يا صباح الورد والفل والياسمين، كل سنة وانتم طيبين وببركة وشفاعة العذراء دايما يا رب متمتعين، امين يا رب. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفة جديدة وفيديو جديد، وطبعا بعد وقت طويل رجعنا مع بعض النهاردة كده، وهنعمل مع بعض طريقة عمل قرص العذراء والملاك. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. وطبعا بأمانة ما يحلاش صيام العذراء عندنا غير لما نعمل اول حاجه فيه. طبعا عارفه انه عدى كذا يوم، بس بامانه الله الفيديو ده موجود عندي بقاله كام يوم، وانا بقالي فتره طويله ما نزلتش فيديوهات. كل سنه وانتم طيبين حبايبي، ودايما كده يا رب في صحه وسلامه، وشفاعتها وبركتها تكون معانا جميعا، امين يا رب، مع كل من يطلب شفاعتها، امين يا رب. زي ما انتم شايفين كده، هنعمل مع بعض طريقه عمل القرص العذراء والملاك بطريقه سهله جدا وبسيطه. وعايزه اقولك الطريقه دي حلوه جدا جدا، وانا مش بغيرها من زمان. طريقتي سهلة جدا وبسيطة، وزي ما انت شايفة شكل القرص تحفة. النهاردة هنعمل مع بعض كمية صغيرة من الدقيق، كيلو دقيق بس يعني. لو عجبتك الوصفة بتاعت النهاردة ممكن تنفذيها على نص كيلو او اقل او اكتر. ولو اول مرة بتشوفيني انا ايمان، ودي قناتي، يسعدني ويشرفني انضمامك ليا. ويلا بينا نشوف مع بعضنا مكوناتنا وطريقة التحضير السهلة جدا والبسيطة، واللي انا مش بغيرها خالص. تمام. وقبل ما نبدأ اي حاجة حبايبي، انا دي طريقتي ما بغيرهاش. لو انت حابة تضيفي اضافات زيادة دي حاجة ترجعلك. طيب اول حاجة هنا عندي كوباية الا ربع من السكر، وعندي كوباية الا ربع من الزيت، طبعا مسخناهم. اول حاجة هبدأ بيها وهي ان انا هجيب كوباية مية هدوب بيها السكر. عايزة اقول لكم الكوباية دي مش يعني دي اصغر شوية من الكوبايات اللي هي المعيارية، عشان بدليل على اللي هيشوف الكوباية هيقول لي بس دي مش كوباية الا ربع زيت. لا، دي كوباية الا ربع زيت. وفي مرة ان شاء الله بمشيئة ربنا هوريكم ان دي كوباية الا ربع بالتانية. خلاص. هضيف عندي كيس خميرة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، يا اما هحط معلقة خميرة مليانة وهبدأ اقلب السكر مع الخميرة. انا عايزة السكر يدوب خالص، ما يبقاش عندي اي حبيبات سكر عشان ما يخرصش معايا في قلب العجينة. الخطوة دي مهمة جدا ان احنا نقلب السكر. خلاص. هركنه كده معايا على جنب، وبعدين هنبدأ نجيب عندنا الدقيق. زي ما انتوا شايفين كيلو دقيق. بصوا يا جماعة، الدقيق المكيس دايما بيكون نضيف، يعني لو حابة تنخليه انخليه، مش حابة خلاص، بس هو بيبقى نضيف زي الفل. انا جربت الدقيق ده حلو جدا جدا وعجبني. هو بيكون عرقه شديد شوية عن التاني. بعدين بضيف عندي كيس مليان من البيكنج باودر، كيس كامل، مش هنحط معلقة، هنضيف كيس كامل بالظبط عليه. ده بيساعد العجينة بتبقى عندك مرتفعة وهشة. وكمان هنضيف عندنا حوالي كده كيس من الفانيليا السايبة. انا طبعا عشان ده عندي فانيليا في كيس فحطيت شوية، انت ممكن تحطي كيس من الفانيليا الصغيرة. وبعد كده كوباية الا ربع من الزيت، طبعا انا مسخناها حلو، وهنزل بيها على العجينة وهبسها بالشكل ده. بص بقى يا حبايبي، في ناس بتضيف جوز هند وبتضيف زبيب وحاجات من دي كتير. انا مش بحب. اللي حابب يضيف مفيش اي مشكلة. انا قلت اللي حابب يضيف حاجة تانية يضيف زي ما هو عايز، بس انا بكتفي على انه زيت وسكر زي الفل. خلاص. وهبدأ ابسهم في بعض زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لو انت حابة تضيفي زبيب ضيفي زبيب، مفيش اي مشكلة خالص. بالنسبة الكوباية الا ربع من الزيت مظبوطة جدا جدا على الكيلو. كوباية الا ربع من السكر مظبوطة جدا جدا برضو على الكيلو، لانك لو زودتي الزيت قوي هيبقى تقيل معاكي، القرص هتبقى تقيلة. لو زودت السكر هيحرق معاكي تحت في ارض الصينية. ولو زودت الفانيليا برضو هيحرق معاكي وهيمرر ويبقى غامق بعد كده. طبعا السكر شوية صغيرين، ما كانش داب قوي. ناخد بالنا من الخطوة دي ان احنا ندوب السكر. العجينة هنا هتاخد معايا من كوبايتين ونص مية لتلاتة الا ربع. ليه بقى؟ عشان المادة الدهنية كتيرة في الدقيق اللي هو الزيت او في العجينة. وهبدأ اعجنهم او اقلبهم بالشكل ده شوية شوية. مش هينفع انزل بالمية كلها مرة واحدة، علشان العجينة بتاعتي ممكن تكون تطرى معايا مرة واحدة. خلاص. العرق بتاع العجين ده اشد شوية من الدقيق التاني. وصدقوني يعلم ربنا الدقيق السايب زي العسل، انا دايما بجيبه مفيش اي مشكلة خالص، بس لقيت الفرق ما بين ده وما بين ده 2 جنيه. خلاص. وهبدأ اعجنها بالشكل ده كده لغاية لما احس اشوف ملمسها تحت ايدي هيبقى عامل ازاي. فممكن تاخد معاكي من كوبايتين ونص لتلاتة. بس انا العجينة بتاعت النهاردة للأمانة هقول لكم اخدت معايا مية قد ايه. خلاص. اهو دي نص كوباية. طبعا هنزل بيها شوية شوية علشان الدقيق السايب
برضو ممكن ما يقبلش معاكي ميه زي اسفل المكيس، ما يقبلش معاكي زي السايب. خلاص عجنتها بالشكل ده. اخدت معايا الامان الله 3 كوبايات وربع، 3 كوبايات الا ربع من الميه، 3 الا ربع. خلاص بالشكل ده اهو. هكتب لك المقادير كلها في صندوق الوصف ان شاء الله. بعد كده جبت عندي شويه من الزيت صغيرين، سامحوني يا جماعه لو بقطع شويه في بس للأمانة هو ده اللي أنا بتكلم فيه. يعني أخدت معايا 3 كوبايات إلا ربع من المية. الدقيق السايب بياخد مية أكتر من المكايس يا جماعة، ناخد بالنا. يعني ده لو سايب كان هياخد معايا ال3 كوبايات كاملين. خلاص بعد كده بنغطيها لأنه الجو حر، ما بتاخدش أصلا معانا وقت في الخمر خالص. يعني نص ساعة هتلاقيها ربنا يبارك زي ما انت شايفة بالحجم ده كده على طول، وبتطلع معانا زي الفل. خلاص خمرت زي الفل. بصوا بقى، من سر نجاح فطيرة الملاك معاكي التخمير الحلو قوي يا جماعة. يعني احنا خمرنا اول مرة، بعد كده لما بنيجي نقرص او بنشكل على حسب ما انت عايزة. يعني انا طلع عندي بصي ربنا يبارك، شايفة ازاي يعني خمرانة وعاملة فقاقيع في العجينة ازاي حلوة جدا. انا شكلتهم حوالي 24 قطعة. انت ممكن تعملي اكتر، ممكن تعملي اقل. لو انت بتحبيها صافطة كده ما تبقاش قابة زي ما انا بحبها، ممكن يطلع معاكي لغاية 30 قرصة، لكن انا بحبها قابة كده وحلوة. عشان كده انا يعني بكبر التقطيعة بتاعت العجينة شوية. فدول انا قطعتهم 24. هنا بقى دي اسمها تريحة تانية. يعني الاول تخميرة، دي تريحة. احنا هنا بنريح العجينة شوية، ما ينفعش ان احنا نشتغل بيها على طول. انا هخلصهم وهريحهم بالظبط حوالي 5 دقايق او 6 دقايق، وبعدين نرجع مع بعض تاني. بص عايزة اقولك ربنا يبارك، وطبعا في كل مرحلة انا بغطي العجينة. يمكن ما بيجيش معاكم التغطية بتاعت العجينة، بس انا بغطي. بعد كده بجيب عندي الصواني الألمونيا بتاعتي، ادهنوها دهن الزيت خفيفة خالص جدا جدا. ما ينفعش ما ندهنهاش. انا ما صراحة ما دهنتهاش، بس هي لا لازم تدهن. انا نسيت ادهنها بصراحة، الأمان الله نسيت ادهن الصواني، بس هي لازم تدهن. بعد كده بجيب القرصة او بجيب القطعية بتاعت العجينة وببططها زي ما انت شفتوا في الأول كده، وبرجع اعيد تبطيطها مرة كمان. يعني بصي انا بفردها بالشكل ده اهو، وبعدين برجع المها تاني، بعملها زي سرة كده او زي كورة كده، وابططها تاني واحطها في الصينية. طب بصوا بقى، لو انت مثلا حابة تاخديها كده زي ما هي وتبططيها على طول، مفيش اي مشكلة خالص عادي، بس هي مش هتديكي، او ده قصدي اهو كده. لو انت حابة تعمليها كده مش هتديكي الارتفاع بتاع القرصة الاولانية، مش هتقب معاكي حلو، وهيبقى وشها من فوق ناشف شوية. خلاص فانا عشان كده الحركة دي بتعمل لي قلب للقرصة حلو، وكمان بتبقى طرية معايا عفوا ومرتفعة. كل واحد يعمل الحاجة اللي يريحه والحاجة اللي تحب اللي يحبها، بس انا بقولك على الحاجة اللي انا شايفاها صح، وليكي مطلق الحرية. خلاص. حاجة تاني، ما ينفعش نحط العجينة على الصينية ونبططها. لا، بططيها بره وحطيها على الصينية عشان متلزقش معاكي. انا هنا خلصت الكمية بتاعتي كلها ربنا يبارك، وبعدين بسيبها تخمر خالص 24 قطعة، بعدين بسيبها تخمر تاني خالص. مدة التخمير الأخرانية ملهاش وقت خالص، يعني براحة العجين منين ما بيخمر احنا بنشتغل بيه. انا بعدين خدت من الصواني التانيين اللي هما كان فيهم كل واحدة 5، حطيت هنا رجعت يعني منهم من كل واحدة واحدة هنا. خلاص المهم يعني بالنسبة للتسوية عشان يطلع معاكي القرص شكلها يعني لونه حلو بره وجوه، بنعمل ايه؟ بنسخن الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، درجة حرارة 200. بصي ده قصدي بتاع ارتفاع القرص، بصي عاملة ازاي هي بتبقى كده، هي كده خمرت تخمير حلو. درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، وبندخل عليه الصواني، بتطلع يعلم ربنا زي ما انتوا شايفة بالشكل ده. لونها فظيع بره وجوه زي العسل. بصي جمالها تحفة تجنن، اللون بتاعها فظيع جدا جدا، حلوة جدا يا جماعة وجميلة. ربنا يبارك، عسولة جدا. ممكن ما تسوش قوي زي هي كده، بس هي جميلة جدا. يا ربي الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، يكون لإعجابكم، يكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. ولو وصلت معايا لآخر الفيديو اكتبي لي تعليق حلو منك كده، وقولي لي ايه رأيك في القرص، وكمان ما تنساناش في اعجاب حلو. اشوفك على خير، وصفة جديدة وفيديو جديد. وزي ما انت شايفة العسل والسكر ده ربنا يبارك. القرص طبعا يا جماعة عشان تحتفظي بيها وما تطلعش معاكي قشرة، اوعي تغطيها، سيبيها مهوية وبعدين غطيها بحاجة ناشفة. باي باي.